جاي اقول لك على حاجه، ان التمارين الحره الديد ليفت ايا كان التمرين الحر بتلعبه او التي بار حر، خد بالك دايما لما بتحس بالام في القطنيه، هنا القطنيه مش بتستفاد. هقول لك على حاجه، واحنا بنتمرن تمارين زي ده، تمارين البنت اوفر رو اللي بيشتغل معايا عضلات الظهر، الابر باك والميد باك بالاخص. لو نيجي نشتغل الديد ليفت اللي بيشتغل معانا عضلات الجلوتس واللي بيساعدها الكوادس. طب ليه بحس بآلام في اسفل الظهر او في الفقرات القطنيه او في العمود الفقري ككل؟ الفكره كلها ان العضلات دي بتبقى عامله حاجه اسمها استابلايزر. وفي نوعين من الانقباض، في حاجه اسمها انقباض متحرك وانقباض ثابت. لما بنيجي نشتغل التمرين ده اسمه انقباض متحرك، الحركه بتتم عن طريق حاجه اسمها انقباض اللي هو كونتراكشن او كونسنتريك، والناحيه الثانيه ايسنتريك، ده المتحرك المتعارف عليه. العضلات الثانيه بتاعت الاريكتروستيني الناصبه العمود الفقري هنا بتبقى عامله حاجه اسمها ايسومتريك، بتبقى عامله انقباض ثابت علشان تحافظ على توازن الحوض وعلاقته بالهب، يعني بتحافظ على الهب بتاعك والعمود الفقري ان هم يكونوا متمسمرين ببعض ما يتحركوش. يعني مش معنى ان انت بتتمرن تمرين على عضله واحده باقي العضلات ما بتخدمش، باقي العضلات بتخدم وبتساعد علشان كله يعمل تنشن للحركه ان هي تتم وتساعد على حركتها باداء سليم وفي اتجاه سليم، عشان في الاخر تاخد اكبر قدر الاستفاده من التمرين اللي انت عايزه. القطنيه مش شغاله في الديد ليفت، القطنيه مش شغاله في البنت اوفر رو، مش شغاله في التي بار الحر. خد بالك على نفسك، اعمل شير عشان توعي غيرك. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.